السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله من مطبخ الحاج منصور الطناني هنشوف طريقة عمل البفتيك المشوي. تعالى اتفضل يا استاذ علي. أنا شايف دي حاجة جديدة معانا النهارده إن شاء الله. ده معانا البفتيك اهوت مشوي على الفحم ان شاء الله زي ما انت شايفه كده اهو. طب تاخد قطعة إيه يا شيف؟ بنديله قطعه دهنه في النص كده عشان هي كده كده هتسيح على الفحم. تمام. واللحمة من إيه بقى؟ اللحمه من الروز بيف او الفليتو. بص يا استاذ علي اهو كده 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 حته الدهنه اللي في النص دي هتسيح على الفحم، هتطعم معايا البفتيك ما شاء الله اهو. طبعا لسه هنعمل له تتبيلة برضه. لسه هياخد التتبيله بتاعته دلوقتي برضه هنعملها مع بعض عشان الناس تشوفها معانا، وهنخليه يبات في التتبيله لحد الصبح. تمام. وبعد كده ناخده على الفحم عشان تسمع فيه كويس، عشان تسمع فيه يستوي. طبعا، وتدبل الايه وتدبل معانا اللحمه عشان اللحمه تكون معانا ايه مستويه زي ما انت شايف اهو. بس هو ما ينفعش معانا غير من قطعة اللحمة دي يا باشا، حته لحمه طريه كده تكون حلوه، روز بيف او ان هو يكون الفيليتو، ويفضل معايا ان هو يكون روز بيف يا استاذ علي. بتكون حته لحمه مفروده معايا، نعرف نشتغل براحتي زي ما انت شايف كده اهو. زي ما قلت لك يفضل ان هو يكون لحمه من الروز بيف، لحمه طريه وبتستوي معاك بسرعه على الفحم. وتستوي معاك بسرعه على الفحم. طبعا سن الذبيحه برضو بيختلف معانا يعني. طبعا اللحمه دي كبيره في السن ما ينفعش. طبعا ما ينفعش. ايه اللي هيحصل بقى؟ هتكون شاده معاك. لو سن الذبيحه كبير معاك اللحمه هتشد معاك على الفحم، هتشد وهتغمق ومش هتستوي اصلا. تاخد حته لحمه طريه كده تشتغل بيها زي ما انت شايف كده اهو. وبنديها قطعه الدهنه دي. ونديها قطعه الدهنه. الدهنه دي من ايه؟ الدهنه دي طبعا دهنه كلاوي، دهنه تكون شاده شويه. يعني قصدك تسيح؟ ان هي تسيح مع السخونيه. طبعا يا استاذ علي زي ما انت شايف اهو. خلصنا تقطيع اهو بالرصاه، وبعد كده هنتبلها تمام، ونسيبها تبات في التتبيله زي ما هي كده في التلاجة لحد الصبح. والصبح بقى تطلع على الفحم. والصبح تطلع على الفحم زي ما انت شايف كده. عرفنا التتبيله بقى كده شيف. اهي التتبيله زي ما انت شايف كده يا استاذ علي اهو. بصل مع فلفل الوان احمر واصفر وفلفل اخضر، واللي عايز يحط شطه عادي بيحط. تعالى بقى نشوف التوابل بتاعتنا ايه. ده ملح اهو. اول حاجه الملح اهو ملح زي ما انت شايف كده. ملح اهو تمام. فلفل اسود فلفل اسود زي ما انت شايف اهو. تمام. شطه حمراء اهو. ورق لورا اهو زي ما انت شايف. ومعانا زيت زيتون يا استاذ علي. ليه اهميه برضو زيت الزيتون؟ بيطعم بيدي تطعيم حلو يعني. طبعا احلى حاجه زيت الزيتون في اي حاجه تعملها. وعودين قرفه معانا اهم. ونبدا نقلبهم كده تمام يا استاذ علي. خلاص التتبيله كده التتبيله بتاعتنا زي الفل. مفيش كاتشب معانا ولا مصطفى؟ لا 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 لا، ده لحمه مشويه على الفحم. اهي التتبيله زي ما انت شايف يا استاذ علي جاهزه معانا. ولا كاتشب ولا مستردة ولا اي حاجه، دي لحمه مشويه. تمام. وهنبدا هنبدا نحطها على الشغل بتاعنا اهو زي ما انت شايف كده. برضه حاجات بسيطه يا شيف، مش هنكتر يعني. لا مش هنكتر الشغل بتاعنا عشان ايه اهو زي ما انت شايف يا استاذ علي. طبعا دي هتنزل بقى نظام ايه؟ شغل سقاره مثلا. شغل سقاره. تمام. على الفحم كده. تمام. هل تنفع فرن يا شيف؟ فرن عادي. تنفع فرن. في ناس ممكن تعملها على الفرن وتنشفها على الفحم. عادي. تمام. بس متهيألي يعني بس هي اصلا كده في الشوي افضل يعني. يا باشا هي كده كده اللحمه اصلا طريه معانا، مش مستاهله ان انت تدخلها الفرن. احنا منجين قطره لحمه في الذبيحه، يا فليتو يا روز بيف. سيب بقى التتبيله كده ايه تسمع فيها لحد الصبح. تسمع فيها لحد الصبح، تدبلها كويس وتدي طعم معاك 100 100.
لحد الصبح كده زي ما انت شايف. تمام. وزي ما ذكرت يا شيف هي تستعمل فحم افضل يعني. طبعا. غير لما ندخلها الفرن. غير لما تدخلها الفرن. كده ده البوفتيك المشوي اهو. زي ما انت شايف يا استاذ علي بدأ ياخد وش معانا على الفحم. هو بيلون على طول يا شيف. على طول بس وبيستوي على لازم طول. برضه الفحم يكون هادي معانا. لازم الفحم يكون هادي عشان يستوي براحته وما يتحرقش بسرعه. تمام. لف كده يا سمح. لف يا شيء. الله ينور. بص قرب على الكاميرا يا استاذ علي. قرب الكاميرا اهو. احمر هو كده. بدأ يحمر كده وش. الله عليك مشويات بلدنا يا عم الحاج. ارفع الشباك كده يا سمح. ارفع فرده من الشباك. فرده من الشباك. قرب يا استاذ علي. قرب يا استاذ علي. ورينا برضه السوا يا شيف. قرب يا استاذ علي. ورينا السوا اهو زي ما انت شايف اهو. بص حاجه دوبان. بص لا دوبان. ده كده السوا السوا بتاع البفتيك المشوي. اه ده كده اللحمه الناعمه ده يبقى معانا. اللحمه الناعمه بتاعتنا. اتفضل يا عم علي. اتفضل يا باشا. اشهى المأكولات مع اوركسترا الطهي والحلويات الحاج منصور الطناني. صلى على النبي اهو. ابعت يا سبعه. يا باشا اللي ما جابش الوحش اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل. فرحوا زي جلته يا عم علي. اتفضل يا باشا. ماشي يا سمح. ماشي يا سمح. ماشي يا حاج منصور. اتفضل يا حاج. اتفضل. تعالى يا باشا. صلي على النبي. صلي على النبي. لسان بالخلطه. لسان بالخلطه يا عم علي. تمام. لسان بالخلطه. بالمفروم اهو. معانا مكرونه. صلي على النبي. صلي. شوف الجمال يا باشا. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. يلا يلا. نلسنا على الترابيزه. هات نلسنا على الترابيزه. كباب ولا مجروحتي؟ الله ينور يا عم علي. الله ينور يا باشا. رز بسمتي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا عم علي. اللهم صل على النبي. معانا هنا برضه ايه ده؟ ايه الكباب؟ كباب حله يا باشا. كباب حله يا باشا. كباب حله يا عم علي اهوت. اللهم صل على النبي. كله لحمه. بص لحمه بلدي. كله بلدي عندنا. بلد ان شاء الله. كله بلدي بالصلاه على النبي. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ورينا برضه شغل الافران كده يا شيف. اتفضل يا عم علي. ده معانا شيش كباب اهوت. ده شيش كباب اهوت. ما شاء الله. حاجه بسم الله ما شاء الله. كله بلدي اهوت. ماشي. ده 3 ذبائح يا شيف معانا في الشغلانه دي. 3 ذبائح ان شاء الله. وفي مقابل الزياده كمان. ده محشي كوز اهوت. بيتشمع في الفرن. ماشي. بياخد وش. ومعانا لحمه برضه. لحمه سخنه اهيت. ماشي. معانا برضه لحمه هنا اهوت. لحمه سخنه. ماشي. ان شاء الله. تحت وبرضه معانا قلاش اهوت. معانا محشي كوسه. ماشي. ماشي. ومعانا قلاش فوق اهوت يا عم علي. جلاش حاد. قلاش باللحمه المفرومه وكفته بانيه. ماشي. معانا هنا برضه النواشف. معانا قسم النواشف اهوت. ماشي. هو هنا دي ايه؟ سلطه. ده سلطه تركي. سلطه تركي. سلطه خضراء. سلطه طحينه. سلطه مايونيز. ماشي. ومعانا طبعا الكريمه ومعانا الجيلي. ومعانا الجيلي ومعانا الكريمه بالفاكهه. ماشي. والذبائح بقى يا عم علي شغال على طول. مع الشيف كريم. انزل سخنه يا ريس. الصينيه دي عباره عن ايه يا شيف؟ مكوناتها؟ الصينيه دي مشكله من جميع خيرات الله يا استاذ علي. معاك كفته مشويه. معاك شيش طاووق. معاك محشي. معاك جلاش. معاك كفته بانيه. ومعانا برضو لحمه مشويه. اسحب يلا. والبفتيك اللي احنا عملناه يا شيف. والبفتيك اللي احنا عملناه على الفحم. ودي اللحمه ايه منابات. تعالى يا استاذ علي. الترابيزه ديت يا استاذ علي زي ما انت شايف اهو. تمام. هات لي عيش هنا. هات لي عيش الترابيزه ديت يا احمد اهي. كده احنا عاملين كل فرد لوحده يا شيف. كل فرد معاه قطعه اللحمه بتاعته. وبقيه الحاجه بتاعتنا مشكله. صينيه المشكل. صينيه المشكل بتاعنا. اهي.
عرفنا الاصناف كده يا شيف على السفره. الاصناف بتاعتنا اه. معانا لسان عصفور اهوت باللحمه المفرومه. تمام. طبعا الرز بتاعنا اهو بالمكسرات. بسمتي. مكرونه مشكله اهوت سباكيتي برضو على عجل على مفروق. تمام. والصينيه المشكله بتاعتنا والنواشف بتاعتنا الجميله. ودي طبعا ورقه لحمه معانا اهي. دي ورقه لحمه خضار باللحمه كده يا شيف. خضار باللحمه اهو. دي ما شاء الله دي كويسه دي. بص يا استاذ علي اهي اه زي ما انت شايفها كده. تمام. الكباب بتاعنا اهو. صلى على حضرة جمال النبي. صلى على الحبيب.